جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. ليس الذي يحدث نفسه بل ويذهب إلى المحاكم وغيرها ظلما ليقتطع أرض امرئ مسلم، ليته يقف عليها وينظر قدراته، هل يستطيع أن يحمل ملء كيس من ترابها أو حجرا من أحجارها، فكيف به يطوق بها يوم القيامة إلى الأرض 7؟ طوقه الله من 7 أراضين يمشي بها أو يقف بها في أرض المحشر، وقد علته الصخور والأتربة والأشجار والمياه وجميع ما فيها، كلها قد تكومت على بدنه، يتمنى أن لو تنازل عن دعواه ولحقه الخزي والعار واللوم من الناس لكان ذلك أهون عليه من العذاب يوم القيامة. قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.